ازيكم يا حضرات في حلقة جديدة من برنامج نادر العاصمة. في سنة 81 جبال طيبة كانت بتهمس بأسرار عمرها آلاف السنين، بتقول إنها شايلة صفقة بين الإنسان والزمن، صفقة الخلود. ملوك اتكتب اسمها جنب رع اللي كانوا بيعتبروه رمز القوة والنور، وكانوا بيعتبروه إله الشمس وقتها. ملوك خضع ليهم شعوب وحكموا الزمن لحد ما الناس افتكرت إنهم آلهة واتخلدوا في التاريخ، لكن قصة خلودهم كان فيها استثناء مرعب. لحظة اكتشافهم كان وسطهم جسد بيصرخ كأنه اتحنط وهو بياخد آخر نفس، وملفوف في جلد ماعز مش متحنط زي باقي الملوك. لحظة اكتشاف 50 موميا تقريبا من أعظم ملوك مصر كانت مجرد صدفة، مش ببعثة ولا بعلماء، لكن بمعزة ضايعة. عيلة بسيطة اسمها عيلة عبد الرسول، عايشين وسط جبال طيبة وبيجروا ورا رزقهم. وفي يوم معزتهم تاهت بين الصخور وراحوا يدوروا عليها، ولقوا نفسهم بيفتحوا باب من أبواب التاريخ. باب أول ما اتفتح الجبل نفسه اتنفس، نور الشمعة كان بيترعش على الجدران، وصدى الخطوات بيكسر صمت مدفون من أيام الملوك. عيلة عبد الرسول كانت بتخطو خطواتها الأولى جوه بوابة زمنية، كل خطوة فيها كانت بتعدي من عصر لعصر. ممر نهايته مومياوات من أعظم ملوك مصر، رمسيس الثاني، تحتمس الثالث، أحمس الأول، أسماء كانت في تصنيف الآلهة زمان. وصوت خطوات عيلة عبد الرسول كان بيصحي التاريخ من النوم. ولما وصلوا للغرفة ولمس نار الشمعة جدرانها، شافوا منظر مهيب ملوش تفسير في أي حضارة. غرفة فقيرة جدرانها صامتة، ما فيهاش نقوش ولا ذهب، لكن جواها 50 ملك مرصوصين جنب بعض، تيجانهم لسه بتلمع تحت غبار آلاف السنين، كأن المجد اتجمع كله في حجرة واحدة بس محبوس. وهنا تطرح مئات الأسئلة. انت واقف جوه مؤامرة تاريخية ليس لها تفسير على الجدران. وهنا هتبدأ الحكاية اللي العقل ما يستوعبهاش. وسط الصمت وسط كل الملوك اللي نايمين في سلام، كان في جسد واحد متمرد ما كانش نايم، كان بيصرخ، وشه مجعد كأنه بيتألم لسه، وفمه مفتوح على آخره، ورقبته متشنجة كأنه اتشنق في اللحظة دي ومات وهو بيقاوم. جسمه ملفوف بجلد ماعز مش كتان زي الملوك، وده عند المصريين القدماء رمز النجاسة أو العار. ومن هنا حضرة بدأ اللغز، مين الملك اللي اتدفن وسط أعظم ملوك مصر بس اتحرم من الخلود، وليه صرخته لسه عايشة بعد آلاف السنين؟ والعلماء وقتها وقفوا مذهولين، مفيش نقوش ولا أسماء، بس الجثة بتحكي كل حاجة بلغة الألم. وشه مشهد موت مش هدوء ملك. ومن اليوم ده المومياء دي اتسمت المومياء الصارخ أو الرجل المجهول، أغرب جسد في تاريخ القدماء المصريين. سنين طويلة والسر نايم جنب الملوك، لكن التحيات بدأت والشكوك زادت، والعلماء قلبوا في البرديات، في سجلات القصور ومحاضر المحاكم الملكية القديمة، يدوروا على ابن ملك اختفى فجأة، حد اتحذف اسمه من التاريخ بإتقان مقصود، لحد ما لقوا البردية اللي قلبت كل الموازين، بردية تورين القضائية، وثيقة محكمة كاملة من عهد رمسيس الثالث بتحكي عن مؤامرة هزت عرش مصر القديمة، مؤامرة الحريم. القصة بدأت من جوه القصر نفسه. زوجة ثانوية لرمسيس الثالث اسمها تي، شايفة ان ابنها بنطاور هو الأحق بالعرش، مش رمسيس الرابع ابن الزوجة الأولى إيزيس. تي بدأت تلعبها بالعقل، جمعت حواليها نساء القصر وبعض الكهنة وضباط من الحرس، ونظمت شبكة كاملة جوه القصر الملكي، رسائل سرية تخرج من جناح النساء، وسحر اسود يستخدم على حراس الملك عشان يشتتهم ويضعف قوتهم. الخطة كانت واضحة. في يوم الاحتفال الكبير داخل القصر هيكون رمسيس الثالث وسط موكبه مطمن، وساعتها المتآمرين هينقضوا عليه ويقتلوه، وبنطاور يتقدم بسرعة للعرش بحكم ان هو الوريث الجديد. لكن زي كل خيانة الغرور خانهم، واحد من الكهنة خان العهد وكشف السر. المؤامرة اتفضحت قبل ما تتنفذ بالكامل، واتقلب القصر لساحة محاكمة. اللي كانوا بيخططوا يقتلوا الملك اتحولوا لأسماء مكتوبة بالحبر الأسود في أول محاكمة خيانة ملكية في التاريخ. الوثيقة بتقول إن بعضهم اتعدم شنق وبعضهم اتحرق، والبعض اتشوهت ملامحه كعقاب علني، قصوا ودانهم ومناخيرهم واتحرموا من دخول المعابد. لكن لما جه الدور على الأمير بنطاور ما قدروش يحكموا عليه زي الباقيين، لأن كان لازم يحافظوا على هيبة العرش، لأن إعدام الأمير من نسل الملك في مشهد عام كان هيهز صورة البيت الملكي قدام الناس والعالم. فخلوا موته هادي وسري تحت مسمى الموت الاختياري، يعني بيموت نفسه شنقا أو بالسم، لكنها في الحقيقة عقوبة مغلفة بالشرف المزيف. بيموت كأمير لكن بيتحرم من الطقوس الملكية والتحنيط والخلود، وده لأن الانتحار في العقيدة المصرية القديمة بتمنع الروح من البعث، يعني هم ادوله آخر مظهر احترام، بس في الحقيقة كانوا بيمسحوه من التاريخ كتابيا وروحيا. شرب السم وانهار وهو بيحاول يتنفس، وانتهت قصة الأمير اللي كان عايز يبقى ملك وبقى لعنة أبدية. ما اتحنطش زي الملوك وما تلفش بكتان طاهر، وتلف بجلد ماعز رمز العار. طريقة دفنه كانت سريعة وغير معتادة، وده بيفسره الباحثين كإجراء استثنائي بعد محاكمة داخل القصر. ده الكلام اللي اتكتب في بردية تورين القضائية، وكان سياق البردية ان محاولة اغتيال الملك فشلت. ولسنين طويلة العلماء قالوا حلو المومياء المجهولة هي بنطاور ابن الملك، لكن العلم ما يقبلش الشبهات، العلم عايز ختم الحقيقة. وفي بداية القرن ال21 مصر بدأت مشروع الضخم لفحص المومياوات الملكية. مشروع كان شبه محكمة تاريخية بيرجع
هيحاكم الماضي بادوات الحاضر. وفي سنه 2012 الدكتور زاهي حواس ودكتوره سحر سليم استاذه الاشعه التشخيصيه بكليه طب القصر العيني وفريق من الباحثين المصريين استخدموا الاشعه المقطعيه والاشعه السينيه والتصوير ثلاثي الابعاد وتحليل الدي ان ايه عشان يفتحوا ملف الجثه بالعلم مش بالظن. عملوا اشعه مقطعيه على المومياء الصارخ ولقوا اثر حبل حوالين الرقبه علامه خنق او شنق بنفس الطريقه اللي البرديه قالت ان بنتاور مات بيها. واثناء فحص موميا رمسيس الثالث في نفس المشروع اكتشف العلماء جرح في عنق رمسيس الثالث عمقه 7 سم تقريبا حصل بسلاح حاد وقت الوفاه مباشره. يعني الملك اتقتل فعلا، وده كان الدليل القاطع ان الاغتيال نجح فعلا في قتل رمسيس الثالث وان الملك اتقتل بسلاح حاد في رقبته. بس الجانب السياسي من المؤامره فشل لانهم ما قدروش يخلوا بنتاور يبقى الملك، لان اللي مسك الحكم بعد رمسيس الثالث كان رمسيس الرابع واللي المفروض المؤامره كانت تبعده عن العرش. والدكتور زاهي حواس والدكتوره سحر سليم ختموا ملف القضيه اللي حيرتهم سنين بالدليل القاطع في عصرنا. سحبوا من رمسيس الثالث حمض الدي ان ايه ومن المومياء المجهوله المطابقه لمحاكمه برديه تورين، والعلم قال كلمته. تحليل الحمض النووي اثبت ان المومياء المجهوله اللي اتعرفت باسم الرجل المجهول هي فعلا ابن رمسيس الثالث. يعني المومياء الصارخ هو بنتاور نفسه اللي اتدفن وسط الملوك اللي خانهم. شكله لسه محتفظ بلحظه موته ووشه متشنج وفمه مفتوح كانه بيصرخ، مش من الالم لكن من الحقيقه اللي التاريخ خلدها انه رمز للخيانه. وهنا نيجي لسؤال الحلقه: ازاي كل الملوك دول اتجمعوا باسمائهم وتيجانهم في غرفه فقيره زي دي؟ ازاي اعظم ملوك مصر اللي ليهم مقابر بتسوى قارات يبقوا مرصوصين فوق بعض كانهم بيهربوا مش بيتدفنوا؟ الجواب الحقيقي بدا قبل المعزه الضايعه بزمن طويل، في اخر ايام الدوله الحديثه بالتحديد في فتره حكم الاسره العشرين لما المجد بدا يتشقق والملوك اللي كانوا بيحكموا الزمن بقوا بيخافوا منه. كانت المقابر بتتنهب والذهب اللي كان بيحرس الابديه بقى مطمع لكل حرامي. الجبال اللي كانت بتخبي الملوك بقت بتفضحه. الكهنه وقتها فهموا ان الخلود نفسه في خطر، فقرروا يعملوا عمليه انقاذ سريه، موكب للملوك لكنه بيهرب من التاريخ على امل الامان. جمعوا الملوك واحد ورا التاني، رمسيس واحمس وتحتمس وحتى بنتاور، ونقلوهم مكان جديد، مكان فقير بس محمي، ما فيهوش جدران مرسومه ولا ذهب، بس فيه اهم حاجه: الامان. حوالي 50 موميا ملكيه في مواجهه واحده ضد الزمن والنسيان وفكره الخلود والابديه لخبيئه الدير البحري. اعظم عمليه انقاذ في تاريخ الملوك. وطبعا بنتاور ما تمش انقاذه معاهم تشريفا ليه، ده احترام للعرش وسلاله الاسره العشرين. طب ولو الفراعنه ما عملوش كل ده؟ ولو الكهنه سابوا الملوك في مقابرهم تتنهب وسابوا الزمن ياكلهم، كنا هنفتكرهم ولا كانوا هيبقوا مجرد قصص ضايعه وسط ملايين الاسماء؟ الحقيقه يا حضره اللي خلى حضرتهم تعيش مش الاهرامات او المقابر، اللي خلى اسمهم خالد انهم رفضوا يختفوا. الناس دي حاربت الزمن بحكمه مش بالسيف. الكهنه ما كانوش بيحموا جثث، كانوا بيحموا فكره ان الانسان من غير اثر كانه ما عداش من هنا. في ناس النهارده بتعيش وتموت وما تسيبش غير صدى خفيف، وفي ناس سابت حروف على حجر اتخلد الاف السنين. الفرق مش في الحجم، الفرق في الاثر الملموس اللي تقدر تشوفه وتلمسه وتحكيه. حتى بنتاور رغم خيانته فضل التاريخ يفتكره مش حبا فيه، لكن عشان خطيئته نفسها كانت اثر. الزمن بيغفر بس ما بينساش، وبيختار يخلد اللي ساب بصمه سواء كانت مجد او لعنه. عشان كده الخلود مش فكره اسطوريه، الخلود هو انك تسيب وراك حاجه تعيش لما انت تختفي. زي ما قال الكهنه من الاف السنين: الموت مش النهايه، النسيان هو النهايه. في النهايه حضره الزمن ما بيخلدش كل الناس، الزمن بيختار اللي ساب اثر. اللي عاش عشان نفسه بيتنسي، واللي عاش عشان يسيب علامه بيتحول لرمز. بس الاثر مش دايما حجر او تمثال، اوقات بيبقى في حاجه ابسط بكتير: الجينات. اللي بيتجوز، اللي بيربي، اللي بيخلي اسمه يعيش من خلال نسله، هو كمان بيخلق اثر، سلسله من الدم بتكمل الحكايه. يمكن ابنك او حفيدك يبقى القائد او الوزير او العالم اللي يرفع اسمك تاني بعد 100 سنه. الدم كمان ليه ذاكره وبيورث المجد زي ما بيورث الملامح. ومصر خير شاهد من الاف السنين وهي بتورث نفس المعنى، ان اللي بيزرع اثر عمره ما بيتنسي. من تاريخ بتحافظ عليه لعلماء بيخلدوا اسمها، من تحتمس ورمسيس لحد زويل ومجدي يعقوب، من كهنه حفظوا اجساد الملوك لعقول بتحفظ هويه وطن، من مهندسين بنوا المعابد لشباب النهارده بتبني التكنولوجيا، من مدرس في قريه صغيره لباحث بيخلي اسمه على معامل في الخارج. كلهم بيكملوا نفس الرساله: ان الخلود مش في الالقاب، الخلود في الاثر اللي ما بيخلصش. وزي دول عربيه كتير بتحافظ على حضارتها وتاريخها، كل واحد فينا لازم يبني خبيئته هو كمان، خبيئه الخير. الناس اللي بعدك تفتحها وتلاقي فيها اسمك، يمكن مش في حجر ولا في كتاب تاريخ، لكن في ذكرى او في علم او في اثر. وزي ما الملوك واجهوا الزمن والنسيان في غرفه فقيره مش على قد مقامهم، رجعوا بعد الاف السنين يتكرموا من جديد على ارضهم. رجعوا في موكب مهيب للمتحف المصري الكبير. رجعوا مش كاجساد لكن كتاريخ حي. اللي كان مدفون في صمت اتحول لصوت بيحكي للعالم ان المجد الحقيقي ما بيموتش، واللي بيزرع اثر مهما الزمن غطاه هيجي يوم ويظهر تاني. تحياتي لكل الحضارات من جميع دول العالم، والحلقه دي اهداء لافتتاح المتحف المصري الكبير. اتفضل يا حضرتك.